النهارده بقى هنعمل مع بعض الكرشه بطريقه سهله جدا وبسيطه، وطعمها كده هو خرافي. عايزه اقول لك لو في عندك حد في البيت مش بيحبها، بعد النهارده بجد هيحبها جدا. طعمها حلو جدا وريحتها بجد حلوه قوي. انسي بقى اي زفاره وانسي اي ريحه وحشه هتبقى في الكرشه بعد ما تشوفي الطريقه ديت. انا متاكده لو انت جربتيها بالطريقه دي مش هتغيريها ومش هتعملي غيرها. اعملوا النهارده الكرشه بالفريك، بجد طعمها مميز جدا وسهله جدا وخفيفه. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. يلا كده نبدا، بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اول حاجه كده هننضف مع بعض الكرشه. ساعات كده الكرشه بتجيبها من بره بتبقى لونها فاتح، وساعات بتبقى غامقه. انا على الحظ النهارده كانت فاتحه، بس كده الظهر بتاعها بيبقى فيه طبقة كده خفيفة وجلدة لازم تتشال، لان بتبقى شايلة اتربة وشايلة كده هو حاجات كده هو بتبقى لازقة فيها. لازم كده هو نشيل لو في دهن زيادة نتخلص منه، ولو في جلد رفيع كده هو عليه حاجات غامقة لازم كل ده نتخلص منه. وطبعا لو هي كانت معاكي غامقه، بتسخني ميه بس ما بتوصلهاش لمرحله الغليان. تخلي الميه اللي هي ايه، ان انت تستحمليها بس ايه بصعوبه، يعني ان هي قبل الغليان كده بشويه، وتحطيها فيها وبالسكينه كده هتطلع معاكي. انما لو وصلتي الميه لمرحله الغليان هتمسك اكتر فيها، وزي ما بيقولوا كده ايه هتجرمس. خلاص بعد ما خلاص ننضف ونتأكد ان مفيش اي حاجة غامقة فيها، ولا في جلد غامق ورا، ولا في اي قش لازق ولا اي حاجة. بعد كده بقى هبدأ بقى نقطعها كده، واقول لكم بقى ايه النقع بتاعها اللي هيخليها ما فيهاش اي زفارة ولا اي ريحة وحشة ولا اي حاجة. وانت بتعمليها كده اهوت بجد من قبل ما تستوى هيبقى الكل عايز ياكل منها ويدوق منها. ابدا بقى كده اقطعها كده اهوت حسب بقى ما انت ايه حابه التقطيعه بتاعتها. بس اعملي حسابك ان هي يعني ايه بتكش شويه في التسويه. اقطعها بقى كده كلها بالشكل ده. وبعد كده هنبدا نغسلها. طبعا غسلتها ايه تحت الحنفيه كويس، وبعد كده هرجع بقى احط لها ملح وليمون و... ونقطه خل. ممكن تحط لها كمان شويه كده من الدقيق. كل الحاجات دي بتضيع الزفاره، ما بتخليهاش تبقى فيها اي ريحه زفاره. هننقعها بقى في المحلول ده كده هو شويه عشان خاطر ايه، يعني نتخلص من اي زفاره فيها. هنا بقى في الوقت دوت معايا كده هوت ايه كم يعني كم فص توم كده او راس توم صغيره، وقرنين فلفل حامين لو انت بتحبي الحامي بتبقى جميله بقى وهي حاميه، وشويه كمون كده حلوين وشويه فلفل اسمر. مش بحط بقى الملح دلوقتي بالذات ايه لو انا مش متاكده ان الكرشه بتاعتي هتغيب ولا لا. ضربتهم كده كويس في الكبه. وبعد كده بقى معايا كده شويه من الفريك. الفريك ده بجد بيبقى طعمه حلو جدا، وبيتاكل كده مع الصلصه والرز بيبقى جميل جدا. همسكه كده اغسله كويس. طبعا بينزل ميه غامقه جدا، بتغسليه مره واتنين وتلاته لحد ما الميه بتاعته تروق. هننقعه بقى كده شويه. خلاص كده الكرشه بقى غسلتها كويس من الميه اللي هي كانت الليمون والحاجات دي، وغسلتها كذا بقى مره تحت الحنفيه وحطيتها في مصفى. هاجي بقى بعد كده على عين البوتاجاز، هحط حله واسيبها ناشفه كده خالص بدون ما احط فيها اي ماده دهنيه. هنزل بقى كده بالكرشه بالطريقه دي كده اهوت على الناشف. اديها تقليبه كده، وهنزل عليها بقى بالثوم والثوم والفلفل والكمون اللي احنا ضربناه في الكب. اديهم بقى تقليبه كده اهوت وهغطي عليهم، وهتلاقيهم هم مع نفسهم كده نزلوا كده ميه منها فيها. في الوقت ده بقى كده انا هجهز معايا بصلايه اضربها في الكبه او اخرطها على ايدي عادي. بعد ما الكرشه تنزل الميه بتاعتها بالطريقه دي كده اهوت، طبعا احنا ما ضفناش عليها ولا ميه ولا اي ماده دهنيه ولا اي حاجه. والله ريحتها في الوقت دوت بتبقى ريحتها تحفة. خلاص بقى كده هوت هبدأ انزل عليها كده بالبصلاية. تبقى خفيفة جدا بقى ولا مسبك لها ولا اي حاجة، بس والله العظيم بتبقى طعمها جميل جدا. هقلبها تقليبه كده اهو. بعد كده بقى هجهز الطماطم، وهنزل على طول بالطماطم. يعني طماطم مش متسبكه ولا حاجه، بس انا كانت عندي بقى طماطم كانت في الفريزر حطيتها. انما لو انت ما عندكش طماطم متسبكه في الفريزر، حطي طماطم عادي فريش اضربيها في الخلاط وحطيها، او لو عندك طماطم في التلاجة برضو حطيها. طماطم يعني انت مسبكاها وشايلاها في التلاجة. حطيت بقى كده شويه ميه وسبتها بقى كده لحد ما الطماطم فكت كده اهوت. وطبعا انا لسه لحد دلوقتي ما ضفتش ملح ولا حاجه،
مش هضيف بقى الملح الا لما احس ان هي قربت تستوي. وكمان لسه في مكون هنضيفه بجد بيودي طعمها، بتبقى في حتة تانية خالص. بصوا هنا لقيتها نص سوا. كانت الفريك بقى اتنقع معانا شوية، بغسله كويس تاني وبصفيه. وخلي بالك لا يكون فيه اي اتربة، عشان كده انا بحاول انتشل كده الفريك من على الوش، عشان خاطر لو في تراب ولا حاجة ما يجيش معانا. بحطه كده لما خلاص تكون الكرشة قربت تستوي. في الوقت ده بقى بدأت اضيف الملح كده اهوت، اسيب بقى الفريك كده يكمل سواه مع الكرشة برضو. وبعد كده اهوت خلاص طبعا، وتتابعيها لو محتاجة منك شوية مية ولا حاجة عشان ما تنشفش منك. بجد والله هتاكلي احلى كرشه خفيفه جدا. إيه لا فيها بقى مواد دهنيه يعني، وحطينا سمنه ولا زيت ولا حاجه. هي مش محتاجه والله، طعمها حلو قوي. انت حابه تزوديها معلقه سمنه ولا حاجه وانت بتعمليها زوديها، مش حابه واعمليها زي كده اهوت. طعمها حلو قوي. الفريك اللي هو بالصلصه دوت لما بتحطيه كده على الرز، تعملي جنب منها بقى طبق رز ابيض كده اهوت، بجد بتبقى جميله جدا. طبعا مظبطه بقى الملح بتاعها، محرشاها وحاطه لها قرن فلفل كده حامي شويه. إيه بجد مش محتاجه جنب منها غير شويه رز. وفي ناس بيحبوا برضو ياكلوها بالعيش زي ما انت حابه. انا متاكده لو انت جربتيها بالطريقه دي بعد كده مش هتعمليها غير بالطريقه دي. سهله وطعمها حلوه قوي وخفيفه. وبجد والله ما فيش حد في البيت لو حد ما بيحبهاش هياكلها بعد كده. بتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ولو استفدتي من الفيديو ما تبخليش عليا بلايك. لو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. عايزه اقول لكم الطريقه دي بتاعت جدتي او ستي كده الله يرحمها، كانت بتعملها بالطريقه دي، وانا بصراحه ما حبيتش اغيرها وطول عمري بعملها بالطريقه ديت. بتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. اشوفكم باذن الله فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.